انسي ان كفتة الفراخ تطلع ناشفة معاكي تاني، تطلع جوسي وخطيرة بالشكل ده، احلى من كفتة الحاتي كمان. هيدوقوها ومش هيبطلوا ابدا يطلبوها. تعالوا نشوف المقادير وطريقة التحضير. عندي كيلو اوراق مخلية وكيلو صدور مخلية، اغسلهم كويس جدا وانشفهم كويس جدا جدا واقطعهم بالشكل ده، وكده بقوا جاهزين معايا. ويلا بينا بقى نحطهم في الكبه. وانا الكبه بتاعتي سكاني، كبه ستانلس خطيره 1800 واط و8 لتر. حطيت فيها ال2 كيلو فراخ، وادي 200 جرام من الليه، وكمان قرن فلفل احمر كبير. هحط ربطه بقدونس من غير العيدان بتاعتها، تكون متنشفه كويس برضو. ربع كيلو برغل مغسول ومش منقوع، متصفي كويس قوي. يلا نحط البهارات، معلقه كبيره بهارات فراخ وبابريكا ومرقه فوريه وفلفل اسود، معلقتين كبار ملح، واحط كمان معلقه صغيره من الثوم المفروم ومعلقه صغيره من البيكنج صودا اللي هي كربوناتو. هنزل نص كيلو من البصل المفروم، ويلا بقى نفرم في الكبه كل الكلام ده كله. ما شاء الله كبه قويه جدا، خدت كميه كبيره جدا. الفراخ والليه والحاجات دي كلها طبعا كميه كبيره ما شاء الله، حوالي كده 3 كيلو فيها. شايفين فرمتهم تحفه. الكبه بيجي معاها كمان سلاح احتياطي، ودي حاجه حلوه قوي قوي تساعدنا لو السلاح جراله حاجه. بس صراحه الاسلحه قويه جدا جدا. هنا انا فضيت خلاص الكفته بتاعتي في صينيه الومنيوم علشان تسقع بسرعه وتتشمع معايا. ليه لازم نسيبها في التلاجة ساعه ولا ساعتين؟ علشان البرغل يبتدي يمتص السوائل اللي في الكفته ويخلي معايا الكفته قوامها ممتاز جدا. يلا بينا بقى على التلاجة ساعتين 3، على الفريزر ساعه. ويلا بينا بقى نحمر شويه بطاطس ونجهز كده علشان احلى سندوتشات. حمرنا بطاطس والكفته خلاص اتشمعت وبقت زي الفل. تعالوا بقى عشان نصبعها. وعلشان نصبعها هنعمل لها خليط ملح وفلفل، معلقه صلصه صغيره، ربع كوبايه زيت، شويه ميه صغيرين، نقلبهم كلهم مع بعض. ويلا بينا بقى علشان نصبع الكفته. وانا النهارده عايزه اعملها كلها قد بعض، فجبت كيس تلاجة، فتحته، دهنته بالخليط اللي انا عاملاه دلوقتي، وبالسكينه هبتدي اعمل صوابع كده زي ما انتم شايفين، سهله وسريعه. بصوا، وهتطلع كلها متساويه، ولا اسهل من كده في التشكيل. تحفه. هرص بقى في الاطباق الفوم. انا عامله كميه كبيره فانا هفرز منها شويه واخد على قد ما انا محتاجه اسوي. يلا دي من تفريزات رمضان وهتعجبك جدا جدا وهتعجب كل ضيوفك. سهله وموفره، هتطلع معاك كميه ما شاء الله حلوه جدا. تعالوا نحط بقى علشان نسوي طاسه على النار فيها شويه زيت صغيرين، وابتدي بقى اشوح الكفته. بصوا الجمال بقى بتاعها ولونها خطيره. انا عايزه اديها لون على نار عاليه، تمام. وبعد ما تاخد اللون الخطير ده وقلبتها الناحيه التانيه وكلها اتحمرت وبقت لونها تحفه، هحط فحميه في النص، هطفيها بمعلقه سمنه صغيره واغطي بقى وهدي عليها النار 10 دقايق بس. كده خلاص الكفته بقت جاهزه. يا سلام على الريحه ويا سلام على الطعم، تجنن. يلا ننزل البطاطس. عملت كمان بصل بالسماق والبقدونس، اقلبهم بقى مع بعض لزوم السندوتشات الخطيره. وادي الكفته عليهم. الله الله الله، تحفه تحفه تحفه. يلا شويه بقدونس على الوش ونبتدي نعمل احلى سندوتشات. العيش بتاعنا الجميل، شويه البطاطس بالبصل، وادي الكفته اللي بتلمع وريحتها خطيره مع شويه سلطه الطحينه بقى. وبس كده، احلى سندوتش في الدنيا بجد. الوصفه هايله، الكفته جوسي وطريه جدا بجد، هتعجبكم قوي. لازم تجربوها، جربوها وتفرزوها كمان لرمضان. يلا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الوصفه، عجبتكم هتعملوها ولا لا؟ شايفين الجمال؟ اللهم بارك، خطيره خطيره خطيره. اقول لك بقى على اهم الاسرار علشان الكفته تطلع معاكي بالشكل ده. اولا الفراخ لازم تتنشف كويس جدا بعد ما تتغسل، والبقدونس كمان اي حاجه هتحطيها لازم تكون ناشفه كويس قوي. البرغل بنحطه من غير ما ننقعه علشان يمتص اي سوائل زياده. اهم حاجه التشويحه اللي على نار عاليه، وبعد كده هدي النار علشان تستوي معاكي وتاخدي نتيجه حلوه جدا من غير ما تنشف معاكي. دي احسن طريقه ممكن تعملي بيها الكفته بتاعت الفراخ، تطلع معاكي 10 على 10.